إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، خلق الله عز وجل الإنسان من جسد وروح، وأمرنا الله عز وجل أن نهتم كل الاهتمام بالروح. والناس في زماننا يهتمون بالجسد وما يحتاجه الجسد وينسون أو يتناسون أو يغفلون عن إصلاح الروح. والله جل وعلا قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا. أقول إن القلب محل نظر الرب جل وعلا. والقلوب ثلاثة: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. القلوب ثلاثة: أولها القلب السليم وهو أفضل القلوب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القلب السليم. النوع الثاني من القلوب ألا وهو القلب المريض. وأعني بالقلب المريض ليس المرض العضوي، وإلا إذا أصيب الإنسان عافانا الله وإياكم من أمراض الأبدان، إذا أصيب بمرض في قلبه من أمراض الأبدان كتبيير شرايين مثلا أو وضع الدعامات أو غيرها من هذه الأشياء الحديثة في علاج أمراض القلوب من ناحية الأبدان، إذا أصيب الإنسان بهذا المرض عافانا الله وإياكم يهتم بذلك كثيرا، يبحث عن أفضل الأطباء، يبحث عن أفضل المستشفيات، يبذل المال، يبذل كل ما يملك من أجل إصلاح هذه المضغة أو هذا القلب من الناحية البدنية. وفي المقابل لا يفكر، بل ربما لا ينظر أن يقف مع نفسه وقفة في إصلاح قلبه وقد مرض ذلك القلب، لأن القلب إذا مرض ونساه الإنسان وغفل عنه فسينتقل إلى النوع الثالث من القلوب ألا وهو القلب الميت. عافانا الله وإياكم من أمثال هذه القلوب. فأقول القلب المريض. والسؤال: هل سألت نفسك يوما أو هل شخصت نفسك يوما وأنت الوحيد الذي تشخص هذا المرض؟ إن أمراض القلوب من الناحية البدنية إذا أصيب بها الإنسان فإذا اكتشفها وأحس بوجع في قلبه يذهب إلى الطبيب، والطبيب يشخص الداء ويضع له الدواء. الطبيب يشخص هذا الداء وهذا المرض ثم يضع له الدواء. أما أمراض قلوبنا قلب كل مسلم فإن الذي يشخص الداء هو أنت، وإن الذي يضع الدواء هو أنت.
لأنه ربما يمرض قلبك بترك الصلاة مثلا، بترك أداء الزكاة مثلا، بالنظر إلى الحرام مثلا، لأكل الربا مثلا، لأكل الرشوة مثلا، وهلم جرا. فلربما أصيب هذا القلب بمرض من هذه الأمراض أو بمعصية من هذه المعاصي، لأن المعاصي والذنوب تتراكم على القلوب، الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب، فيكون القلب قلبا أسودا، أو أن يكون كما شخصناه بالقلب المريض. والله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن الكريم في قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران كما يقول العلماء الذنب بعد الذنب، أي أن العبد يذنب ثم يذنب ثم يذنب حتى يصير الحرام عنده حلالا، وحتى يصير المنكر معروفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما ذكرنا إخوة الإسلام إن أمراض القلوب التي أتحدث عنها وأتكلم عنها إن الذي يشخص الداء هو أنت، لأنك ربما أصبت بنظرات الحرام، ربما أصبت بسماع المنكرات والغيبة والنميمة، ربما بأكل الحرام من السحت والرشوة والربا، ربما فأنت الذي تشخص الداء، أنت الذي تضع يدك على هذا المرض، ثم أنت الذي تشخص الدواء، أو أنت الذي تضع الدواء، بمعنى أنك ربما، وهذا من أفضل أنواع العلاج في هذه الأمراض، بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. إذا أذنبت ذنبا فإن الله عز وجل يغفر الذنب ويستر العيب سبحانه وتعالى. سبحانه ما أكرمه، سبحانه ما أرحمه، سبحانه ما أحلمه. فأنت إذا أذنبت ذنبا فلربما يكون الدواء هذا الذنب من أفضل أنواع العلاج كما ذكرنا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ربما لا يشفى بهذا الدواء، فأنت تحتاج إلى غذاء آخر أو إلى دواء آخر كالقرآن الكريم. والله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لربما دواؤك بركعتين بالليل، لربما أنت الذي كما ذكرنا تشخص هذا المرض وهذا الداء، وأنت الذي بيدك أن تكون سببا في العلاج والدواء، لأنه لن يشفيك بعد الله عز وجل إلا أن تقف مع نفسك فتعترف بالمرض. إن الاعتراف بالمرض في أمراض القلوب من أقوى أنواع العلاج، أن تقول أن قلبك مريض وأن تعترف بهذا المرض. أما غرورك وأما كبرياؤك وأما غفلتك عن الاعتراف بالمرض، أقسم بالله إن هذا من أخطر الأمراض، أنك لا تعترف أنك مريض. لذا إذا كان الإنسان يصاب من أمراض الأبدان بمرض من الأمراض وهو لا يدري أن عنده مرض كالسرطان عافانا الله وإياكم، فإن المرض سيأكل في البدن حتى يموت الإنسان وهو لا يشعر. وهذا حدث أو يحدث كثير. ربما الإنسان عنده مرض وجع في بطنه وهو يتحمل ويصبر ثم بعد ذلك في المراحل الأخيرة يكتشف أن عنده سرطان قد أكل جميع الجسد. كذلك أنت من أمراض القلوب مع الذنب والذنب. ترك الصلاة ذنب، ترك الصلاة كبيرة، ترك الصلاة في المساجد وإتيانها في جماعة، ترك أداء الزكاة، أكل الحرام. وأؤكد على هذا لأن من أخطر أمراض القلوب أكل الحرام. فأقول إن المرض ربما يزداد فأنت لا تشعر، فإن الاعتراف بالمرض هو أهم نقطة أو أهم شيء في العلاج حتى يشفيك الله
عز وجل. إن القلب المريض إذا استمر على هذا المرض سينتقل كما ذكرنا إلى النوع الثالث من القلوب، ألا وهو القلب الميت، وهو قلب الكافر أو قلب العاصي إذا بلغ في الإجرام والعصيان حتى ينسى خالقه سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، نريد أن نقف اليوم وقفة. هذه الوقفة لربما وأؤكد على ذلك أن توقظنا من غفلتنا وأن نفيق من غفلتنا، لأننا في الحقيقة في هذا الزمان، زمان المادية البحتة، الناس لا هم لهم إلا في الأكل والشرب، لا هم لهم إلا في إصلاح الأبدان، أنه يصلح بدنه ويهتم ببدنه وينسى الذي سيحاسب عليه وهو القلب. إن هذه الوقفة هي وقفة محاسبة، أننا كل واحد منا يقف مع نفسه وقفة محاسبة، وقفة معاتبة، لأن من حاسب نفسه ووقف مع نفسه هذه الوقفات فإن هذا من الإصلاح الذي نرجوه. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن المتأمل في هذه الآية يجد أن الله عز وجل ذكر صيغة النداء للمؤمنين مرتين في آية واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ذكر التقوى مرتين في هذه الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال: واتقوا الله، فجعل المحاسبة للنفس والوقوف معها بين ذكر التقوى مرتان، في بداية الآية وفي وسط الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ثم ختم الآية بختام عجيب رهيب مخيف لقوله جل وعلا: إن الله خبير بما تعملون. قال الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس أي العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز من أتبع نفسه هواها، كلما اشتهت شيئا فعلته، كلما رأت معصية أو ذنبا اقترفت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن المتأمل في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، إن المتأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن النفس وعن اتهامها، لأن من لم يتهم نفسه بالتقصير والذنوب والعصيان سترديه إلى الهاوية. إنك إذا وقفت مع نفسك فأخذت بلجامها
أحكمت هذا اللجام. فالله جل وعلا ذكر في القرآن 11 قسما في قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. هذا جواب القسم. هذه 11 قسما، والله جل وعلا يقسم بما شاء على من يشاء. أما العبد فلا يقسم إلا بالله: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. هذه 11 قسما، أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله جل وعلا قال على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والله قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. كما ذكرت إخوة الإسلام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع نفسه كان يعاملها بسوء مقصدها، وكان يعرف خبث هذه النفس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب القلب السليم، وهو صاحب القلب الطيب، وهو الرحمة المهداة والنعمة المجزاة والنعمة التي أعطانا الله عز وجل إياها. ومع ذلك يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. تأملوا إخوة الإسلام: ولا تكلني إلى نفسي. القائل هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وكان في خطبه في خطب الجمعة وغيرها من الخطب كان يقول كما استمعتم: يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا كلام المصطفى الذي يكرره والذي نسمعه في كل جمعة مع بداية الخطبة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. كما استمعنا إخوة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن لنفسه، فما بالنا أمثالنا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويخشى ويخاف من شرور النفس. كذلكم كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسأضرب بأمثلة 4 وإلا فالأمثال كثيرة، لكننا إخوة الإسلام نريد أن نقف مع هذه الأمثلة 4. المثال الأول مع الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال الله في حقه: والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر نزل فضائله حتى في القرآن الكريم، فالله جل وعلا عاتب أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر بقوله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
إن الله معنا. أبو بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أبو بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أبو بكر الذي أغلقت الأبواب، أبو بكر الذي لما أغلقت الأبواب على الناس في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، في الأيام الأخيرة من مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقبل موته بأيام، قال للناس: كل خوخة تسد إلا خوخة أبو بكر، كل باب يسد وكل باب يغلق إلا هذا الباب الذي يدخل منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لو استطردنا وذكرنا فضائل أبو بكر لطال بنا المقام والمقام، فمقامه شريف ومقامه كريم. أقول ذلك لنستمع إلى هذا المثال الأول. أبو بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليه عمر وإذا بأبي بكر قد أخرج لسانه خارج فمه، فدخل عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. لسان أبو بكر الطاهر، لسان أبو بكر الشريف العفيف الكريم يقول عن نفسه: هذا الذي أوردني الموارد. الواحد منا ربما يسب ويشتم، ربما يغتاب ويشتغل بالكذب والنميمة وشهادة الزور وكأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. تأملوا صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: هذا الذي أوردني الموارد. المثال الثاني مع فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه، وما أدراكم ما عمر يكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر ما رآك الشيطان سالكا فجا أي طريقا إلا سلك فجا غير فجك. عمر الذي يكفي فيه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في مرة وفي مرة أخرى قال مثل ذلك. كان القرآن ينزل على لسان عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يكن بعدي محدثون ملهمون فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والكلام عن عمر كلام طويل يحتاج منا إلى سنوات حتى ندرس هذه الشخصية العبقرية الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلن أرى عبقريا، أي عن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن هنا أخذ عباس العبقريات فقال: عبقرية أبو بكر وعبقرية عمر، فقال: لن أرى عبقريا أي كبيرا وسيدا في قوله أي مثل عمر. أقول هذه المقدمة لأتحدث معكم أو لأنتقل معكم نقلة سريعة إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. وكان عمر رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان هو إمام المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه كثيرا ما يدعو: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلد نبيك. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستغربون من هذه الكلمات. لماذا يدعو عمر بهذه الكلمات والمدينة ليست مكان للقتال والشهادة؟ إن الشهادة خارج المدينة لأن المدينة حرم. ومع ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يدعو بهذه الدعوات. وكان عمر رضي الله تعالى عنه صادقا بهذه الدعوات. كان يصلي صلاة الفجر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقيم
يطيل صلاة الفجر حتى أنه ربما قرأ بما يقرأ من سورة يوسف والنحل وهو يصلي في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا المجرم أبو لؤلؤ المجوسي يتخطى الصفوف فيضرب عمر طعنات، يضربه عدد من الطعنات حتى وقع الجبل، حتى وقع عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه، الذي قال الصحابة في حقه: لقد كنا أذلة حتى أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. وقع الجبل، وقع الفاروق، وإذا به أي بعد أن كان في غيبوبة الموت وفي سكرات الموت، وإذا بابنه يضع خد أبيه على فخذه، ثم يفيق عمر أي يفيق من هذه السكرات فيقول لابني: ضع خدي على الأرض. ثم تأخذه السكرات فيضع الولد خد أبيه على فخذه، ثم يفيق عمر ويقول: ضع خدي على الأرض، ويلي وويلي عمر وويل أم عمر إن لم يغفر الله لعمر. ويلي وويل عمر، ويلي وويل أم عمر إن لم يغفر الله لعمر. وعمر حسناته باقية إلى يومنا هذا. عمر رضي الله عنه هو الذي قضى على أكبر دولتين للكفر في العالم، دولة الفرس والروم، الذي قضى عليها هو عمر. عمر الذي علم الدنيا كلها كيف يكون العدل في أفضل وأشرف وأنصع صوره، يوم قال: لو أن بغلة عثرت في العراق لخفت أن يسألني الله عليها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر. عمر رضي الله عنه الذي لما حمل الدقيق إلى امرأة من الفقراء واليتامى وإذا بغلامه يقول: أحمل عنك يا أمير المؤمنين، فيقول: أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة. الكلمات الأخيرة لعمر يقول: ويلي وويل أم عمر إن لم يغفر الله لعمر. الواحد منا يترك الصلاة ولا يؤدي الزكاة، وربما يكون عاق لأبيه وأمه وقاطع للأرحام وآكل للربا والرشوة، وكأنه وضع وحط رحاله في الجنة. عمر في الجنة، عمر في الجنة، لا نشك بذلك، لأن النبي قال في حقه: عمر في الجنة. فالواحد منا يرتكب الذنوب والسيئات وربما الكبائر وكأنه قد حط رحاله في الفردوس الأعلى. فأمنوا كيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم. نحن لما أمنا لأنفسنا وتركنا لها العنان والذمام أدت بنا إلى الهاوية، وتركنا ما فرض الله علينا وارتكبنا ما حرم الله عز وجل علينا. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها التي تعرف بالتاريخ بذات النطاقين، التي كانت تحمل الطعام في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أبوها؟ من أخوها؟ من زوجها؟ هي من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. أسماء رضي الله عنها كانت تصدع، أي يصيبها الصداع، وهذا من الأمراض أن الإنسان يصدع فيصاب بالصداع. الواحد منا إذا أصيب بالصداع الطبيعي أن يقول ربما من ضربة شمس، ربما من قلة النوم، ثم يقول لنفسي سآخذ دواء حتى أعالج هذا المرض. انظروا إلى سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يتعاملون. ما قلته من أنه يذكر الأسباب من ضربة الشمس وربما من قلة النوم، هذه أسباب مشروعة، لكن أقول انظر الفرق بين نظرتهم لمثل هذه الأشياء وبين نظرتنا لهذه الأشياء. كانت أسماء رضي الله تعالى عنها تصدع فتقول: بذنبي أصبت وما يغفره الله أكثر. بذنبي أصبت وما يغفره الله أكثر. ما أصيب المسلمين به من الأمراض
والبلاءات والأوبئة وغيرها من الأزمات المتلاحقة، ذنب بعد ذنب، مصيبة بعد مصيبة، بلاء بعد بلاء، هم بعد هم. وما وقف أحد يوما فقال إن من أسباب هذه البلاءات وهذه الأوبئة والأمراض من السرطانات والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض التي ابتليت بها الأمة والأزمات التي تبتلى بها الأمة. لا أقول في كل عام، بل ربما كل يوم أزمة بعد أزمة، ووباء بعد وباء، وبلاء بعد بلاء. ما وقف أحد وقال عودوا إلى ربكم، توبوا من ذنوبكم، فإن الذنوب والسيئات صارت على مرأى ومسمع. إنما حاربنا الله عز وجل بظهور الفواحش والمنكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال كما يقول عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين 5 إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. سأذكر الأولى فقط. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أسماء رضي الله تعالى عنها تصاب بهذا المرض وتقول بذنبي أصبت. والسؤال إخوة الإسلام، هل أحسست بذنبك؟ هل شعرت بذنبك؟ هل وقفت مع نفسك هذه الوقفة وتذكرت التاريخ الذي مضى والأيام التي مضت والسنوات التي مضت وقفت فيها؟ هل أنت مقصر؟ هل أنت مذنب؟ لأننا في سفينة واحدة. إذا جاء البلاء فإن البلاء سيأخذ بالأخضر واليابس، البلاء يأخذ بالصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والسؤال مرة أخرى إخوة الإسلام، هل وقف كل واحد منا ففتش في نفسه حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض؟ هل وقف كل واحد منا؟ أنا لا أتحدث عمن في الشارع، أنا أتحدث عمن يسمعني الآن، من يسمعني الآن في هذه الخطبة. وإني والله لكم ناصح أمين. أدركوا الأمر قبل أن تغرق السفينة. إذا غرقت السفينة أخذت كما ذكرت بالأخضر واليابس. فأسماء رضي الله عنها كانت تصدع ويصابها الصداع وتقول بذنبي أصبت. وما يغفره الله أكثر. والله قال ذلك لخيار الناس من الأفاضل من أصحاب رسول الله في غزوة أحد، أي في قتال في سبيل الله. قال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الكل الآن يبحث، يذهب يفكر ما السبب. إنما فيه الآن مما تعلمون أكثر مما أقول، إنها والله نتائج ليست أسباب. الأسباب نحن اقترفناها بأيدينا. الله يعاتب أفضل أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين بقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. والأمل موجود والرجاء موجود لعلهم يرجعون. أختم بهذا المثال وهو مع الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه مرض، فذهبوا يعودونه أي في مرضه. فقيل له، قالوا له سؤالان، وأنا سأذكر السؤالان ولن أجيب بإجابته إلا بعد أن أطرح أيضا سؤالان مثل هذين السؤالين. قيل له ما تشتكي؟
ثم أجابه، ثم قيل له ما تشتهي وأجابه أيضا. أنا أطرح على نفسي وعلى حضراتكم هذا السؤال: ما الذي تشتكي؟ سأجيب، أو لربما تركت الجواب لحظات قليلة حتى نفكر، كل واحد منا يفكر في نفسه ما الذي يشتكي. والجواب: غالب شكوانا في الأرزاق والصحة والأموال، غالب شكوانا شكاوى من أسباب الدنيا. ما الذي تشتهي؟ هذا أيضا سؤال آخر، وسأترككم لحظات حتى تفكروا، كل واحد منا يفكر ما الذي يشتهي. سأجيب فأقول: لربما يشتهي زيادة في الراتب، زيادة في التجارة، سيارة، عقارا، مشروعا يؤمن به مستقبله ومستقبل أولاده، ولا حرج فيما ذكرت. لكن انظر إلى هذا الرجل وهو يموت لنرى كيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم وكيف نتعامل نحن مع أنفسنا. قيل له ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قيل له ما تشتهي؟ قال: الجنة. قيل له ما تشتكي؟ ما شكواك؟ كان أن يقول: وجع في بطني، وجع في رأسي، عندي كذا وكذا، وهذا كما ذكرنا مباح. لكن قال: ذنوبي. السؤال الذي أطرحه: أما اشتكينا ذنوبنا وسيئاتنا؟ أما اشتكينا معاصينا؟ أما اشتكينا محاربتنا لله عز وجل فخيره علينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم ونبارزه ليلا وصباحا ومساء، برا وبحرا نبارزه بمعصيته. ما الذي تشتكي؟ قال: ذنوبي. قيل له: ما الذي تشتهي؟ قال: الجنة. والسؤال الذي أختم به: هل اشتقتم للجنة؟ هل اشتهيتم للجنة؟ إخوة الإسلام أفيقوا، إن هذه الدنيا ليست دار قرار، إن هذه الدنيا مرحلة، كما قال عيسى عليه السلام: إنها قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. إن الدنيا قنطرة، أشبه بإنسان يمر بقناة ماء فيضع شيئا يمر به من جانب إلى جانب. قيل له، قال عيسى عليه السلام: إن الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. إن الدنيا ليست مكان قرار ومقام، وإلا لو كانت الدنيا تدوم لدامت لمن كان قبلنا. هل دامت الدنيا لأحد؟ ولو كانت الدنيا تدوم لأحد لدامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لو دامت الدنيا لأحد ما وصلنا أو ما كنا في هذا المقام. فإن مكاننا الحقيقي، إن أرضنا الحقيقية هي الجنة، ونحن كنا في الجنة مع أبينا آدم، ثم حصل ما حصل وحدث ما حدث، فنزلنا من الجنة إلى الدنيا وسنعود إلى الأرض وسنعود إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. فإن الجنة هي دار القرار، الجنة هي المستقر، هي التي سنكون فيها أبد الآباد، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قيل له ما تشتهي؟ قال: الجنة. والجنة فيها الطعام والشراب، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة فيها رؤية وجه ربها جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة
يا أهل الجنة، فقالوا لبيك ربنا وسعديك، لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله عز وجل أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار؟ فيقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.